بمناسبة الجهل والجهلاء، من يومين كمان كان في إعلام المجاري في مصر ناشر صورة توزرت، وهو بيرمي شيء في مياه نهر النيل، وبيقول لك إن دي الشخة المقدسة. وأنا الحقيقة الموضوع أثرني بالاشمئزاز جدا، لأن هو تحديدا والقطيع اللي ماشي وراه كان بيقول لك احنا مش عايزين دولة دينية. طب اللي بيحصل ده ايه يا جماعة؟ وبعدين لو حتى مش موضوع دولة دينية، هل ده شيء يعني صحي؟ ايه اللي انت بترميه في النيل ده؟ يعني شختك مقدسة دي ممكن انت to keep it يعني for yourself، بس انت بترمي الكلام دوت في مياه نهر النيل ليه؟ دي جريمة، اللي انت بتعمله ده جريمة. لكن دي لو كانت دولة، انما بما انها شبه دولة وزريبة، فاحنا طبعا شايفين ناس بتعمل شخة وترميها في النيل، والإعلام يغطيها ويقول لك الشخة المقدسة اترمت في مياه نهر النيل عشان تديله بركة. بركة ايه يا جماعة؟ احنا 2024، ايه الدروشة والتخلف والنتانة اللي انتوا عايشين فيها؟ هتفضلوا عايشين في النتانة دي لغاية امتى؟ بقية الفيديو مخصص لخميس الحديدي، جوز الأستاذة عمرو أديب، المواطن السعودي. انت طبعا صرحتي ان انت جالك سرطان من 10 سنين. ما ربطتيش الوقت اللي جالك فيه السرطان بنتي كنت بتعملي فيه ايه؟ ما ربطتيش خالص. مش قد الشيله يا دكتور مرسي، ما تشيلش كلامكو وتشجيعكو لقتل الناس في رابعه. ما ربطتيش اي حاجه من الحاجات دي. ده مش انت لوحدك اللي عندك سرطان، ده محمد زكي اللي قبض على الرئيس الشرعي وزير الدفاع عنده 4 سرطانات. خالد الجندي عنده 3 4 سرطانات. كلكم على فكرة عارفة إن بطش ربك لشديد. انتوا شايفين الدولة بتنهار ازاي بمنتهى السرعة؟ زي بالظبط الشطرنج، بالظبط دومينو افكت، واحدة كده زقت من قدامه وكله عمال يقع. ونهايتكم سودة، نهايتكم سودة دنيا وآخرة. الفلوس اللي جمعتوها بالحرام يا خميس الحديدي لا هتنفعك ولا هتنفع جوزك. العيل اللي انتم مخلفينه ان شاء الله باذن الله هيصرفها وهتكون عليكم حسرات، وانتي وجوزك ان شاء الله باذن الله في الدرك الاسفل من النار. وفي كتاب التاريخ انتي طبعا عارفه ان انتي حماله الحطب، وعارفه طبعا هم بيقولوا عليه ايه، صبي الرقاصه اللي كان بيقعد تحت طياز النسوان الرقاصات في لبنان في بيروت. ما هو ابوه عميد الدعاره في مصر في الستينات والخمسينات، قذر زيه بالظبط. ذريه بعضها من بعض.